ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل سمك مقلي. تعالى اقول لكم بننضف السمك ازاي. بصوا، بنشيل منه الاجزاء دي اللي فوق ده، وكمان الجزء التاني ده، ونيجي بقى على الجزء الرخم ده نحاول نشيله بس واحده واحده عشان نعرف نشيله. شاطره يا مسوكه، ما فيش فيديو الا فيه مسوكه بتعمل فيه دوشه. اهو شيلنا الجزئين اللي هنا، نشيل كمان الجزء ده. ونشيل بقى الجزء ده كمان اللي في الظهر ده، كمان الديل اللي تحت ده. نيجي دلوقتي بقى بالسكينه نعمل ايه؟ نشيل بقى القشر اللي عليه ده كله. نعمل كده. في حاجه للقشر بتتباع بره بس انا ما عنديش اهي، انا بعمله كله بالسكينه وبيجي اهو. من هنا كمان كده، وكمان الجزء التاني كده. كله مره واحده مره واحده اهو، في نفس الكيس بتاع السمك اهو اللي احنا جايبين فيه السمك، عشان كله يتلم على بعضه كده وما يبقاش فيه زفره في الحوض ولا ريحه سمك ولا اي حاجه، يبقى الدنيا نظيفه وحلوه. نحاول على قد ما نقدر ما نبهدلش الدنيا. وبعد كده بقى نيجي على الجزء ده برضو في الجنب ده اهو. اصبحت كده السمكه كلها من غير اي قشر خالص اهو. نرجع بقى للمقص تاني وناخد الجزء ده كله كده، لو عايزين تريحوا نفسكم اشتروه متنضف جاهز من بره وخلاص. لكن الناس اللي جايبه بقى سمك على بعضه كده مش متنضف، ده طريقه التنظيف. ونشيل بقى الجزء ده كمان كده، ونحاول نشيل ده بايدينا كله كده اهو. نحاول كمان نشيل العيون كده لان في ناس ما بتحبهاش اهو. ونيجي بقى على البطن كده ونفتح من هنا ونشيل اي حاجه جواه اهو. والجزء بقى اللي هو في العظم ده نكحته بايدينا كده او بسكينه او باي حاجه، وبس كده السمك اتنضف اهو. كده بقى بعد ما غسلناه في الميه اهو، نضفناه من جوه ومن بره بقى زي الفل اهو. نشوف بقى نحط عليه ايه عشان نحش الزفاره. بصوا لقيت فيه ايه؟ لقيت فيه دول بطروخ. حطينا معلقه دقيق عشان الدقيق بيحوش زفاره السمك ما بيخليش اي ريحه، وكمان ملح، وكمان ليمونه كامله تتعصر عليه، ونقلبه كله في بعضه كده. ونسيبه منقوع شويه بقى لعند ما نجهز التحديق او نجهز بقى الرز والحاجات التانيه دي. وهنا حطيت ملح وتوم وفلفل وطماطميه صغيره ونعصر كمان ليمون ونحط شويه كمون. اصبح هو كده بقى. نعمل ايه بقى؟ نعمل كده، ننزل كل السوائل كده في جنب عشان هنحتاجها بعد ما السمك يتقلي، وناخد الحاجات اللي الجابسه دي في جنب كده عشان دي اللي هنحشي بيها السمك. هنسيبه شويه ما يتصفى كده، اما نغسل السمك تاني كويس وبعدين نحشيه ونسيبه. دي العصاره اللي نزلت منه اهو، وده السمك اهو ما شاء الله بعد ما اتغسل واتصفى.
السمك لو كبير بقى هنجيب السكينه ونفتحه كده، بس السمك صغير فعادي مش مشكله، مش لازم يتعمل بقى الحركه دي. هنحشيه بقى ونرجع لكم تاني. ناخد بقى شويه من هنا ونحط كده اهو. انا عندي بني من السمكه كده ونبططها كده ونسيبها بقى هنا تتركن بقى، ونجيب غيرها. نفتح نحاول نقسم الحشوه اللي احنا هنحشيها دي، نقسمها على عدد السمك، فبالمقدار كده يعني اهو. ناخد كده بقى ونعمل كده، نحاول نتبل السمك من جوه يعني اهو. بالمنظر ده كده. نحشي بقى كله ونرجع لكم تاني اهو. بعد ما حشيناه نحطه بقى كده مكان الفتحه بتاعته تبقى فوق، والظهر هو اللي يبقى تحت كده، عشان يفضل كده بقى والسمك كله يتشرب كل التحديقه اللي اتحطت فيه بس. ونشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. بقى سيبنا السمك اهو يتبل، نجهز بقى للرز. نجيب حله نحط فيها معلقتين زيت، ولما الزيت يسخن ننزل بالرز. ونشوح فيه بقى تشويحتين 3 كده، وننزل عليه بالميه السخنه والملح ونسيبه. لو احنا هنطبخه في نفس الوقت عادي هتحط الميه وتولعي النار. لو انت عايزه تسيبيه بقى بعد ما بتشوح كده بتحط عليه الميه بتاعته والملح وتغطي عليه وتسيبيه تسويه وقت ما انت عايزه تسويه. هتلاقيه بقى الرز زبده. اصلا كل اللي ياكل من الرز بتاعي بيقول لي ما شاء الله رز مفلفل وجميل. هعمله بقى بنفس الطريقه دي. يعني لو انت مستعجله وراكي مشوار وعايزه لما ترجعي تلاقي الاكل جاهز، او مثلا هتولعي عليه مجرد ما تغيري هدومك هتلاقي كل حاجه استوت وكل حاجه زي الفل. الحركه دي انا اتعلمتها من حماتي الله يرحمها، كانت بتعمل كده. كانت الصبح بدري تقوم تجيب الرز وتعمله وتسيبه في الميه اللي هيتطبخ فيها وتحط عليه الملح بتاعه وتسيبه. وقت بقى ما تيجي تطبخ تولع عليه تلاقي الرز كله اتشرب الميه ما شاء الله بسرعه واستوى في ثانيه. وتلاقي الرز كمان زبده ما شاء الله، تلاقي كميه الرز زادت بقت الضعف، والرز ما شاء الله تاكلي منه وما تشبعوش ما شاء الله. نضيف له بقى الميه كده، مقدار الميه مناسبه للرز. تحطوا المعلقه كده في نص الحله والميه تيجي لحد هنا كده زي الفل، واخده بقى ايه الجزء اللي بيدخل البق ده كده حلو قوي. نحط عليه الملح بقى ونسيبه. نجيب طبق فيه دقيق ونبل السمك منه كده كل الجوانب. وعلى طول بقى في الزيت. دي طريقه ماما مش هغيرها، انا بحب السمك كده مش هحطه في ميه ولا اعمل اي حاجه، هو من الدقيق للزيت كده على طول. دول بقى شويه الصوص اللي كانوا في التحديقه نحطهم كده عليها، وكمان نعصر نص ليمونه كده عليها منهم كمان، وشويه منهم كمان على على السلطه بيدوها طعم حلو، ونص ليمونه برضو على السلطه اهو. واصبح كده الاكل جاهز اهو، السلطه الجميله كل حاجه. باي باي.